أهلا بكم في هذا التقرير الخاص حول قيام الشرطة الليبية بالقبض على ساحرة مغربية أخرى. في الفيديو التالي سترون الأدوات التي تم ضبطها في منزلها والتي يزعم أنها استخدمتها في ممارساتها للشعوذة. المرأة التي كانت تعمل تحت ستار خادمة منزلية تم العثور على العديد من الأعشاب والشموع وأدوات أخرى مرتبطة بالسحر، وخاصة تلك التي تهدف إلى السيطرة على الأفراد. ابقوا معنا ونحن نستعرض تفاصيل هذه القضية، كاشفين عن كيفية عملها وتداعيات ذلك على المجتمع الليبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. أما بعد، بفضل الله أولا ثم الرجال بالتعاون مع السرية الأولى لكتيبة فرسان جنزور وحصين جنزور بالتعاون مع حصين الزاوية بقسم دوال الهدامة بمدينة الزاوية تم القبض على الساحرة الجنسية المغربية في مدينة جنزور وهي تمارس بالسحر. كما موضح أمامكم هذه الأشياء تم الضبط بعزوتها. هذه الأشياء، هذه الحرمل طبعا يمارسوا به في السحر كما موضح إليكم. وهذه بعض الأعشاب تمارس بها. طبعا هي أكثر شيء تمارس فيه هذه المغربية هو جلب الطاعة. هذه بعض الأشياء وجدت عندها. طبعا هذه الأشياء هي طبعا تشتغل في تنظيف المنازل. هذا أثر بعض أنواع الأثر واخدات من حياش أثر رجال من المنزل. هذه الشموع تستعمل أيضا في جلب الطاعة. طبعا لها طريقة خاصة ما نقدرش نوضحها في هذه الحلقة. شو اسمك؟ نهاد سادي عربي. كم عمرك؟ مواليد 1960. 1960. كم ليك في ليبيا؟ من 94 93. من 94 93 أنت تشتغلي في ليبيا. شو تشتغلي في ليبيا؟ كنت نخدم في المستشفيات، نخدم شركات، نخدم هذه حاجات. بعدين وقفنا، صارت هيك ظروف وقفت من الخدمة. بديت نخدم في العرسات، نخدم في الحياج، نخدم نظف في الحياج. بعدين جات كورونا وقفت. بديت نخدم في واحد الشركة في الجامعة نخدم فيها تاع القهوة والنظافة وواحد وكذا. بس خلاص. تصلي أنت؟ تصلي؟ أنا قلت ما عمركش في حياتك تصلي؟ أنا صليت من زمان. الظهر كم ركعة؟ الظهر كم ركعة؟ الظهر كم ركعة الظهر؟ ما نقدرش قلت كلمة كنصلي. العصر كم ركعة؟ ما نعرفش. ما تعرفي شيء، ما تعرفيش الصلاة شنو هي؟ لا نعرف. تمام. جاتك امرأة تطلب منك إن هي تدير جلب طاعة لرجلها، صح؟ شو طلبتي منها المرأة هذه؟ ما طلبش منها تعطيني، ما طلبت منها شيء. بس صورة. صورة. طلبتي منها صورة؟ لا ما جابتهاش لي. شو ثاني؟ بس. شو ثاني؟ صورة شو ثاني؟ ما عندي. لا بس. طلبتي الصورة المرايات. الأولى. لا ديك زمان هذيك. شو طلبتي منها؟ تجيب لي كانت صورة شو ثاني؟ الكنزة نتاعك. كانت اللبس الداخلي. تاع رجلها. والمرأة اللي جاتك هذه قالت لك أنا راجل متطلق. لا مش تبي ترجع. راجلين بيرجعوا بس. تبي ترجع رجلها. مطلقة هي. ما جابت لي شيء. كيف تبدي تخدمينها؟ باش ترجعها بالطاعة. كلمتني هي في الأول. المهم أنت يجوك نساء لجلب الطاعة. توا حاليا قلت لك أنا هذه المسألة، قلت لك المرأة هذه الجنسيات المغربية الأكثرية يخشوا بظاهرة تنظيف المنازل والبيوت. ننصح أمهاتنا، أخواتنا، آبائنا من هذه الظاهرة التي انتشرت في ليبيا، هي الشغالات في البيوت. الحذر من هؤلاء الناس. تابعوا هذه الناس لا تشتغل لأمور خاصة، لأمور السحر والشعوذة. كما نوضح أمامكم هذه الساحرة تم القبض عليها، وهي بحجة تنظيف المنازل، وهي تأخذ في أثر من الرجال، تأخذ في أشياء حتى تمارس هذا السحر. تمارس في السحر هذا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويفك السحر عن المسحورين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.